فكرت مرة في حياتك هتكون عاملة ازاي لو فضلت تقارن نفسك بالناس التانية؟ ببساطة كده مش هتشوف أي فرصة قدامك في صالحك، بالعكس هتفضل باصص على اللي في إيد غيرك عشان توصله، وممكن لما توصله يطلع مش مناسب ليك أبدا ويدمر لك حياتك ويجيلك بقى إحباط وتعب واكتئاب، علشان انت اللي كنت شايفه ده جزء من الصورة وانت قررت تحذف باقي الصورة. هتفضل باصص دايما فلان عمل ايه وجاب ايه وسافر فين، في الحقيقة ان كل واحد بيظهر على السوشيال ميديا أفضل ما عنده، بيظهر أجمل ما عنده. الإنسان دايما بيحب يبين أفضل حاجة وأفضل صورة. أنت مش عارف هو دفع تمن قد إيه، أنت مش عارف هو مريض ولا مش مريض، أنت مش عارف هو مديون ولا عليه أقساط، ولا أنت شايف جزء معين وعقلك بيحذف، وعقلنا للأسف متبرمج على الحذف أو التعديل، ويقعد يقول يا ريتني كنت أنا برضو عندي كذا وكذا وكذا. عايزك تعرف حاجة، إن أفضل حاجة هو الرضا، وإن أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا تتنافسوها فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم. وخليك دايما فاكر إن النهاردة ممكن تخليه أول يوم في حياتك الجديدة، وخلي دايما ظنك إن أحلى يوم لسه مجاش.